السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أي حاجة وقبل كل حاجة ألف مليون مبروك لجمهور الزمالك العظيم. فك قيد المقفول على نادي الزمالك بقاله مدة كبيرة جدا، ويمكن كان ده مطلب من ضمن المطالب الرئيسية لجمهور الزمالك اللي بيطالب بيه طول الوقت. فين فك القيد؟ فين فك القيد؟ وفين الصفقات؟ وفين؟ زي ما قلت لكم قبل كده من حوالي بتاع 3 4 ايام، من قبل يوم السبت ان شاء الله باذن الله، او يوم السبت هيكون الموضوع مفكوك او الموضوع خلصان. نادي الزمالك بعت رسميا، عشان برضو الناس تبقى فاهمه، بعت رسميا المبالغ المطلوبه منه لفك القيد على نادي الزمالك، والحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لكم من هنا لحد يوم السبت هيكون الموضوع منتهي، وادينا يوم الخميس بالليل يعني الجمعه الصبح، وبكره ان شاء الله باذن الله الجمعه، وبعده السبت هيكون الخطابات اترسلت رسمي، ويكون القيد رسميا منتهي والموضوع خلصان زي ما قلت لكم في برنامج الاستاذ كريم رمزي. وكان يمكن الحمد لله رب العالمين كل كلمه بقولها لكم ببقى ان ما كنتش واثق من المعلومه 100%، او ما كنتش متاكد 100% ان المعلومه اكيده وان الموضوع خلصان. وعلى الرغم ان انا بيني وبين نفسي كنت حاسس ان في بعض التاخير، انما خدوا بالكم في حاجات لازم الناس تبقى فاهماها. التاخير ده غصب عن الناس، لان دي فلوس مصري كانت، وكان المفروض محتاجة تتغير من مصري للدولار عشان تتحول، زائد الأرقام كبيرة جدا جدا. ونادي الزمالك يا جماعة بيدعم دلوقتي من مجموعة رجال أعمال موجودين في النادي، ومن موارد النادي اللي هي مش كتيرة، اللي هي مستهلكة قوي من الفترات اللي فاتت. فدلوقتي نقدر نقول رسميا مبروك وشكرا بجد مجلس إدارة نادي الزمالك. لما يعملوا حاجه كويسه زي ما عملوا في موضوع فتوح نقول لهم شكرا، لما عملوا دلوقتي في فك القيد نقول لهم شكرا، ونصبر شويه. وقلت لكم مره واتنين اصبروا شويه على الناس دي، الناس بتشتغل مش سايبه جهد على جهدها. الموضوع مش سهل خالص عشان تبقوا فاهمين. الموضوع ارقام كبيره جدا على نادي الزمالك ومديونات كبيره جدا على نادي الزمالك بتاخر الامر شويه، فده لازم من لا يشكر الناس لا يشكره احد. فلازم نشكر الناس ونقول لهم كتر خيركم، عايزين تاني ومستنيين تاني. وعشان كل واحد ياخد حقه، الخطوه دي خطوه مهمه جدا 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 لنادي الزمالك. انت دلوقتي عشان الناس اللي كانت بتلقح في البرامج التلفزيونيه، وانا مش راضي اتكلم، وطلع يمكن الاستاذ احمد سالم المتحدث الاعلامي علق عليهم ورد عليهم بالادب، اللي بيلقحوا ان هنا الفيفا بيبعت لهم جوابات شكر، وان الناحيه الثانيه الدنيا مقفوله والامور مقفوله. طب يا باشمهندس الامور خلصت، هتطلع تقول الامور خلصت، ولا هتقعد برضو تلقح بالكلام وتقول كلام ملوش اي معنى وكلام ملوش اي لازمه؟ اتمنى ان نادي الزمالك في الفتره القادمه كمان يحل كل المشاكل اللي موجوده. دي خطوه من ضمن الخطوات اللي كنا منتظرينها. الخطوه الثانيه عشان برضو الناس تبقى فاهمة، في ناس اجتهدت في الموضوع بتاع فك القيد، فيه منتظرين بقى الاجتهاد في الصفقات والناس اللي راحله. عشان برضو تبقوا فاهمين نادي الزمالك بيفكر بشكل كبير جدا جدا جدا، وعرض على بعض الناس او بعض اللعيبه ان هم ممكن ما يكونش ليهم دور في الفتره القادمه في نادي الزمالك، منهم عبد الغني اللي انتقل خلاص للبنك الاهلي. موضوع ناصر منسي اللي معقربه حاجه واحده بس يا جماعه، هو نقطه واحده، ان نادي البنك الاهلي مزمزق شويه في موضوع عوده اسامه فيصل، والرقم بتاع ناصر منسي رقم كبير اللي بياخده في نادي الزمالك. فهل هم هي نادي البنك الاهلي هيتعاون او هيبقى في تعاون ان اسامه فيصل يجي وياخده ناصر منسي في الفتره الجايه ويتمم الاتفاق بينهم وبين بعض؟ ده هنشوفه برده في الفتره الجايه. انما في الملفات كلها بصراحه وبما يرضي الله الناس شغاله فيها باجتهاد وبشكل كبير جدا. ده بالنسبه لناصر منسي. كمان عشان برضو الناس تبقى فاهمه، موضوع سامسون ايكينولا معرض للرحيل بشكل كبير جدا. نداي، بس هو مشكله نداي برضو عشان الناس تبقى فاهمه، عقده في نادي الزمالك هو الاعلى ما بين اللعيبه كلها. فنداي عشان يمشي لازم يلاقي عقد قدامه بنفس المستوى وبنفس الارقام بتاعت اللي بياخدها في نادي الزمالك. انما هو الراجل مبدئيا موافق ان هو يرحل. اللي معطل الدنيا شويه حته الرقم اللي بياخده في نادي الزمالك، وان النادي اللي هيجيله دلوقتي مش عارض عليه نفس الارقام اللي ممكن يكون بياخدها في نادي الزمالك. لكن ان شاء الله باذن الله
هيتوجد له حل، وهو ممكن يكون مسهل الامور سنه بسيطه او حاجات بسيطه على اساس ان هو ممكن ما يبقاش موجود. كمان في بعض العروض او بعض الناس او بعض اللعيبه اللي ممكن يكون عندها عروض بس لسه العروض المناسبه بالنسبه لهم ما جات لهمش، زي عمرو السيسي، زي محمد اشرف رؤى، وانا قلت لكم سامسون اكينولا، وقلت لكم ابراهيم انضاي. يبقى كده دول الرباعي اللي ممكن نادي الزمالك يكون بيفكر في الاستغناء عنهم. انا حبيت ابتدي ببعض الاسماء اللي نادي الزمالك بيفكر يستغنى عنهم في الفتره القادمه. هنبص بقى للاسماء اللي بيفكر فيها نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز يدعم مركز حراسه المرمى، واتكلم مع 3 حراس مرمى: الزنفولي، محمود جاد، وفي حارس تاني انا مش عايز اقول اسمه بصراحه، مش عايز اقول اسمه لان انا مش مقتنع بيه فمش هقول اسمه. انما محمود جاد مشكلته الكبيره بالنسبه للنادي المصري ان النادي المصري مشتريه برقم كبير قوي من نادي انبي، فطالب فيه رقم كبير. هل مجلس اداره نادي الزمالك هيتوصل لاتفاق مع النادي المصري في فكره انضمام محمود جاد لنادي الزمالك؟ ده برضه هنشوفه في الفتره الجايه، ودي من ضمن الصفقات المرشحه. انا دلوقتي بقول لكم الصفقات المرشحه لنادي الزمالك. في اسماء تانية انا مش هجيب سيرتها لان انا عندي معلومات وعندي تفاصيل في حاجات، في صفقات لعيبه جعانه كوره وعندها المقدره وعندها القدره انها تيجي تعمل الفارق مع نادي الزمالك. نادي الزمالك هيقدر يخلص في الكلام ده او هيقدر ينهي الكلام ده بسرعه في خلال ال 12 يوم دول عشان يكون يلحق يعمل الترانسفير قبل ما الترانسفير يقفل؟ ان شاء الله باذن الله الناس بتجتهد في دي بشكل كويس جدا. انما الاسماء اللي هي فيها صعوبه انا بتكلم فيها لان دي ممكن تتم او ما تتمش. ليه؟ لان ده مفاوضات رسميه مع الانديه حاليا، والانديه بتتكلم ان ممكن يبقى في كلام وممكن ما يبقاش في كلام. فايه ده الاسماء اللي ممكن طارق السيد بيتكلم فيها وممكن تتم او ما تتمش. محمود جاد، في كلام انتشر كتير جدا عن الياس الجلاصي ان في اتفاق ما بين نادي الزمالك وما بين النادي المصري في موضوع الياس الجلاصي. خلينا نتفق، انا هتكلم فنيا بعيد عن ان الموضوع ده هيتم ولا مش هيتم. الياس الجلاصي لعيب كبير جدا وانا مرنته في النادي المصري، وعلى فكره والله ترشيحه بعيد عني خالص. انما الياس الجلاصي لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا ومؤثر جدا وممكن يبقى مفيد لانه كورته كوره نادي الزمالك، نوعيه طريقه لعبه قريبه جدا من طريقه لعب نادي الزمالك. مش هنسى في نفس الاطار ان انا اتكلم عن المدرب الاجنبي وان الاداره شغاله في الملف ده بشكل كبير جدا جدا جدا. وانا زي ما قلت قبل كده انه كان نفسي الفريق يبدا المعسكر بتاع الامارات بمدرب اجنبي، ولكن الواقع ان قضايا ايقاف القيد كان لازم تخلص الاول لان القضايا دي كانت كتير جدا وصعبه جدا. فمن هنا ان شاء الله باذن الله بامر الله نادي الزمالك هيشتغل في ملف المدير الفني في الفتره الجايه بعد انتهاء ملف القيد خلاص، والحمد لله رب العالمين خلص موضوع ملف القيد. الفترة الجاية هيبقى في تحركات كمان عشان الزمالك يضم هشام صلاح يدعم الناحية اليمنى وهو الباك اليمين للاتحاد السكندري، وانا كنت قلت لكم الفيديو اللي فات في الموضوع ده واتكلمت معاكم فيه. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى ان شاء الله باذن الله الخير لنادي الزمالك في اللي جاي. اتمنى نادي الزمالك يخلص كل الصفقات بتاعته بسرعة عشان اللعيبة دي تلحق تسافر، ممكن تشترك في بعض اللقاءات مع نادي الزمالك في الامارات. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص. كل التحية ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.